السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا الامتحان اللي غادي تدوزو، اللي غتكونوا دابا أنكم كتبريباريو ليه. وغالبا الأكثرية فيكم دابا كيقلب على بعض القنوات اللي غادي تمكنوا ولا اللي غادي تساعدوا أنه يبريباري مزيان لهاد المباراة هذه. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقترح عليكم 6 ديال القنوات باش أنكم اللي غيساعدوكم باش انكم تبريباريو مزيان ان شاء الله. القناه الاولى هي تربويات الاستاذ حميد حقي. الاكثر فيكم غادي يكون كيعرف هذه القناه هذه، فهي من بين القنوات اللي كنقترح عليكم انكم تجعلوها كمصدر في المراجعه ديالكم. ثاني قناه هي ديال جامع ابراهيم. جامع ابراهيم هذه القناه بطبيعه الحال حتى هي غادي تساعدكم بزاف وساعدتني انا شخصيا بزاف ملي كنت كنحضر لمباراه التعليم. القناة الثالثة هي ديال الأستاذ خالد العبيوي. خالد العبيوي غادي هي أظن أنه أستاذ الفلسفة، مادة الفلسفة، وهذه القناة هذه غادي تساعدكم بزاف. يعني كيهضر على نظرية التعلم، أعتقد مراحل النمو، أريكسون إلى غير ذلك، يعني كيهضر على بزاف ديال الحوايج. القناة الرابعة هي ديال بروف صمد. هو كيهضر بشويه في اللغه العربيه، ولكن اللغه الانجليزيه غادي تنفع بزاف الناس اللي دايرين التخصص ديال اللغه الانجليزيه باش انهم يتبعوا مع الاستاذ مع هذه القناه ديال بروف صمد. غادي تساعدكم بزاف. اوكي، كيهضر على learning theories، كيهضر على approaches، كيفاش مثلا نقريو الجرامر inductively deductively. بصراحه حتى هذه القناه ساعدتني بزاف. القناه الخامسه ديال ابراهيم بروف، حتى هي بتخصص اللغه الانجليزيه، يعني كيشرح بزاف د الحوايج حتى هو غادي تستافدوا منه ان شاء الله. القناه الاخيره هي رشيد's انجلش ليسنز. اوكي، حتى القناه ان شاء الله غادي تساعدكم بزاف. المهم هاد القنوات هادو راه يمكن لكم تعتمدوا عليهم، صراحه كيقولوا اشياء مزيانين، ولكن ما تعتمدوش على القنوات فقط. حاولوا انكم تلقاو بعض البي دي اف، بعض القنوات الاخرين. وانا بصفتي ان شاء الله غادي نحاول انني نشرح بعض الدروس، وخاصه لصحاب تعلم تخصص اللغه الانجليزيه وحتى علوم التربيه. دوك الامور اللي مشتركه، غير ما تنساوش انكم تشتركوا عندي هنايا باش ان شاء الله فاش نبدا نلوح لي فيديو ديالي باش انني نطلع عندكم الاشعار تما. وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والله يوفق الجميع.